يعني حتى تصريحات لاعبتهم، معايا تصريح لإيمانويل بادو لاعب وسط منتخب غانا، بيقول ان غانا لم تتأهل بعد، يعني لسه احنا يعني هم ما تأهلوش، وبيقول ان هناك مباراة سيتم فيها الحسم بشكل رسمي. وبرضه قال من مبكر او من بدري جدا ان احنا نتكلم على المونديال. منتخب مصر من المنتخبات القوية ومش من المنتخبات السهلة اللي هي ممكن تخسر، وعنيد جدا المنتخب المصري. صحيفة جرافيك الغانية بتقول على موقعها الإلكتروني إن 10,000 دولار في حالة الفوز على مصر في القاهرة بالنسبة للمكافآت، يعني بالنسبة لمنتخب غانا. يعني دي أخبار منتخب غانا وأخبار منتخبنا المصري. لو اتكلمنا كده من الناحية الفنية بكرة إزاي مستر برادلي هيلعب، إحنا شفنا مباراة زامبيا اللي فاتت وشفنا الطريقة الهجومية أو العناصر الهجومية اللي كانت موجودة في التشكيل. يعني شفنا في المباراة اللي فاتت بيلعب في نص الملعب حسام غالي وحسني عبد ربه، بيلعب قدامهم 3 محمد أبو تريكة، محمد ناجي جدو ناحية الشمال، ومحمد صلاح ناحية اليمين. أبو تريكة كان في العمق وبيلعب بمهاجم صريح عمرو زكي. هل هيلعب كده مستر برادلي بكرة؟ أتمنى أن هو يلعب كده، وأتمنى ان يكون تشكيل منتخب مصر فيه عناصر هجوميه قويه وفي نفس الوقت هيكون ليها ادوار دفاعيه. يعني بكره من خلال التوقعات او التشكيل اللي ممكن يلعب بيه مستر برادلي في مباراه هو محتاج يحرز فيها اهداف، وفي نفس الوقت محتاج عناصر شابه تكون موجوده في التشكيل، خصوصا في النواحي الدفاعيه او في خط الدفاع، عشان فرق السرعات ما بيننا وما بين منتخب غانا اللي ظهر بشكل كبير جدا في المباراه الاولى. يعني لو اتكلمنا في التشكيل، مش عارف، انا حاسس متوقع ان احمد الشناوي هو اللي هيلعب بكره، احساسي بيقول كده، مش عارف، ممكن شريف اكرام اللي يلعب، بس انا حاسس ان احمد الشناوي ممكن اللي يبدا المباراه بكره. خط الظهر لو رامي ربيعه سليم، اعتقد رامي ربيعه هيلعب مع محمد نجيب، وناحيه اليمين حازم امام، ناحيه الشمال محمد عبد الشافي او سيد معوض. دي وجهه نظري يا جماعه، انا بقول لكوش يعني معلومات عارفينها من معسكر منتخب مصر، انا بقول وجهه نظري انا. زي ما قلت لكم، احمد الشناوي، رامي ربيعه، محمد نجيب، ناحيه اليمين حازم امام، ناحيه الشمال محمد عبد الشافي او سيد معوض. في نص الملعب يلعب بحسني عبد ربه او حسام غالي مع احمد فتحي، يلعب 2 هاف ديفندر. احمد فتحي لعيب تكتيكي مميز جدا في نص الملعب، عنده سرعات، عنده حركه، عنده نشاط، عنده قوه في الالتحامات، الباس بتاعه كويس، بيقدر يوصل. فيلعب بحسام غالي او حسني مع احمد فتحي، يعني يبقى في مزيج كده من اللاعب اللي هو يقدر يبني هجمه زي حسني او حسام غالي، واللي بيطلع باص كويس ويقدر يكمل ويقدر يسدد في النواحي الهجوميه، وواحد نشيط زي احمد فتحي ومتحرك في نص الملعب. الثلاثه اللي قدام يثبتهم مستر برادلي. انا شايف ان محمد ابو تريكه ليه دور مهم جدا في عمق الملعب، وممكن يؤدي دور المهاجم الثاني اللي هو ساقط. ناحيه اليمين محمد صلاح، ناحيه الشمال محمد ناجي جدو زي ما لعب، ويلعب بعمرو زكي كمهاجم صريح. ده من وجهة نظري التشكيل الأمثل، اللي هو يبقى فيه توازن داخل الملعب، في عناصر هجومية مميزة، في قوة، في سرعات، وفي نفس الوقت يعني لو اتكلمنا من ناحية اليمين هتلاقي ناحية اليمين في حازم إمام وسرعاته مع محمد صلاح، الاثنين يقدروا يعملوا جبهة كويسة جدا، ويبقى في ربط مع محمد أبو تريكة كبلاي ميكر. الناحية الثانية يبقى موجود سيد معوض أو محمد عبد الشافي مع محمد ناجي جدو، ودايما عمرو زكي يكون محطة لمنتخب مصر جوه ال 18. المنتخبات دي منتخبات الأفريقية القوية زي غانا والكاميرون ونيجيريا لازم تهاجمها، لازم يبقى عندك لعيبة جوه ال 18 عشان تبقى ضاغطهم جوه او في نص ملعبهم، ما يبقاش مجرد لعيبه من تحت زي ما شفنا في المباراه الاولى، ما كانش عندنا سترايكر او مهاجم صريح، كانوا هم بيلعبوا براحه، الديفنس بتاعهم بيطلع الكوره او بيبني هجمه براحه، ما فيش ضغط، ما فيش حد قلقانين منه جوه ال 18. ان محمد صلاح كان دايما بيتطرف ناحيه اليمين، محمد ابو تريكه بينزل يستلم من نص الملعب، فما كانش عندنا فراوده. فوجود عمرو زكي ووجود محمد ناجي جدو، وبرضه جدو يبقى عنده نواحي دفاعيه اللي هو يقفل الحته اللي قدام محمد عبد الشافي او سيد معوض، والناحيه الثانيه محمد صلاح ينزل لغايه نص الملعب يعمل جبهه مع محمد صلاح. وجود عمرو زكي، ولو الكوره من ناحيه محمد صلاح هنلاقي جدو مع محمد ابو تريكه مع عمرو زكي جوه ال 18، والعكس صحيح لما الكوره تكون من ناحيه محمد
ناجي جده ناحيه الشمال، نشوف محمد ابو تريكه جوه ال 18 مع عمرو زكي مع محمد صلاح، وبيكمل وراهم من نص الملعب حسام غالي او حسني عبد ربه. ده من وجهه نظري التشكيل، واحنا لسه برضه يعني مش عارفين مستر برادلي هيلعب ازاي، ولكن هو في حاجه ان هو يلعب بطريقه هجوميه متوازنه. يعني ما بقولش يفتح الملعب مع غانا، بس لازم يغلب على تشكيل منتخب مصر عناصر عندها القدره على التهديف والقدره على الالتحامات والقدره على